النادي الاهلي وجمهوره لا، النادي الاهلي وجمهوره كلمتهم اتقل، مكانتهم القيمه بتاعت النادي الاهلي اتقل بصراحه، والله انا بقول لك بصراحه. فلذلك ما تتعشمش قوي في اتحاد الكره يا زملكاوي، اتحاد الكره في لحظه ممكن يعمل عيل، لان النادي الاهلي تقيل، علاقات عاليه جدا، معاه رعاة تقال، افهم، معاه رعاة تقال. تعالى كده نفكر، طب بعيدا عن الرعاة اللي هم اكبر شركات في البلد وفي الوطن العربي، جميل، معاه رعاة تقال، رعاة شغالين مع اليهود او هم يهود، رعاة تقال معاهم فلوس. النادي اللي هم اللي اسمهم على التيشيرت بتاعه يهبط درجه تانية ولا الكلام ده، انسى، ده يغيروا، ده يشيلوا المسابقه كلها ويغيروا الاتحاد كله ويغيروا، لو عايزين يغيروا ايه بالله هيغيروه. تعالى بقى نفكر كده موضوع بسيط جدا، تعالى كده نفكر. تركي آل الشيخ لو بعت حالا للاتحاد ايا كان بقى مبلغ، بعت مش عارف ايه، تهديد بالحب، الراجل ده له كلمه، معلش انتوا عارفين يعني ايه، كان في مثل زمان يقول لك ايه، يعني مش مثل، في نكته بتقول لك ايه، الباشا في القريه، الباشا كان عنده كلب، فالكلب ده مات، فالباشا ده عامل له عزا وصوان ومش عارف ايه وايه، فالناس اشتكت للعمده، ايه ده، ايه اللي البزغ بدل ما يعمل كذا ايه ده، فالعمده راح بعت للباشا إيه في كذا وفي كذا، ايه ينفع تعمل لكلب مش عارف ايه والكلام ده. قال له والله يا عمده انا جون، ولا ايا كان ايا كان بقى اسم الكلب، والله انا جون قال لي، جون المرحوم كان جون كان له معايا فلوس، يعني هو وارث فلوس، جميل، 10,000 جنيه، قال لي اعمل لي خصوان ب5 والخمسه الباقيين اديهم للعمده. العمده قال له الله يرحمه، قال لك كم؟ ايوه، اللي معاه فلوس سيد الناس، اللي معاه فلوس، ومش من دلوقتي، من زمان. فالراجل ده سيد المجال بصراحة، يعني اي اعلامي اي لاعب كورة كله بيتطيله، ده بيضرب اعلاميين على قفاهم يا راجل. جميل، المهم ده بيضرب اعلاميين على قفاهم يا راجل قدام الكاميرا. فالمهم ان تخيل ده لو هو اتدخل لصالح الاهلي، ايه اللي يكون موضوع؟ مش الاهلي مش يا جماعه، الاهلي ضخم، اخطبوط، ازرعته في كل حته، مش مجرد اعلام وجمهور وخلاص، هم دول اللي مخلين الاهلي كبير، اعلام وجمهور الاهلي ضخم، رعاة تقال ورجال اعمال تقال، قصه والله بجد، مش مجرد نادي بيلعب كرة. معلش الالقاب دي كلها مش جايه من شويه لعيبه 11 لاعب بيجروا في الملعب، في بطولات كتير جايه برضو باللي انا بنتكلم فيه ده. المهم، فالاهلي كبير، ما فيش حد يقدر يقول لا. جميل، وفي عنطزه، ده اي حد معلش يمتلك الامكانيات دي لازم يتغر ويتعنطز، وتفهم رئيس نادي الاهلي ولا كانه رئيس جمهوريه. المهم شوف كم رئيس في الزمالك يمشي ويجي، وده يمشي، والحكومه تعزل واحد ومش عارف ايه يعزل واحد وايه عادي خالص، انما رئيس نادي الاهلي لا مساس ولا كان ولا عضو مجلس الشعب. ليه؟ ده مرتضى منصور كان عضو مجلس الشعب وشالوه من رئاسه نادي الزمالك. لا مساس، الخطيب لا مساس، واعلى من الوزير. هو منصبه اللي هو فيه ده رئاسه نادي الاهلي، دي حاجه كده زي ايه، دي تعادل رئيس جمهوريه. هو يمتلك، رئيس الجمهورية عنده 120 مليون مواطن، الخطيب عنده 70 مليون مواطن، 70% من جماهير الكرة المصرية أهلاوي بجد. فمش ما تعيش الدور، الاهلي تقيل والله، ما تفكرش ان في وزير هيقف قدام الاهلي، ده اذا كانت اسمه